النهاردة هنقضي اليوم كله في المطبخ. مش هنطلع النهاردة من المطبخ، هنعمل كده شوية تنظيمات وترتيبات فيه. بلس ان احنا هنعمل في اخر الفيديو ده اكلة انا متأكدة ان مفيش حد ما بيحبهاش. انا عن نفسي بحبها جدا. وكمان هعملها النهاردة معاكم كده بطريقة مختلفة عن كل مرة انا بعملها فيها. فيا رب الفيديو يعجبكم ويشجعكم، وبجد انتوا وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض للترتيب والتنظيم. يعني انا بحب الفيديوهات دي قوي وبتشجعني. يا رب تكون كمان بتشجعكم. ويلا لو وراكم حاجة قوموا اعملوها معايا. اول حاجة كده، اليوم ده كان يوم لطيف بالنسبة لي قوي. انا ابن اختي كان عندي، وطبعا مودي كان مبسوط قوي ان في حد قاعد معاه وبيلعب وبيساعده وكل الكلام ده. فانا كنت مبسوطة اكتر من مودي بصراحة يعني ان حد ياخد مني مودي ويقعد بيه شوية، ده اكتر راحة ليا. المامي الجديد اللي زي يعني هيحس قوي بيا ان بجد احنا بيجيلنا وقت كده بنبقى عايزين نفصل شوية. ايوه الوقت معاهم بيبقى حلو والقعدة جميلة وكل حاجة، بس في وقت كده بنبقى عايزين نرتاح لنفسنا، حتى لو هنعمل فيه حاجة بس بنبقى عايزين بجد نفصل. يعني انا الايام دي احب الاوقات لقلبي بصراحة. احب الاوقات لقلبي ان انا وانا بروح الجيم، بحس ان انا بفصل جدا، وقت لنفسي شوية، ببعد عن البيت، عن المسؤولية، عن الشغل. بحس بجد ان انا كده بطلع الطاقة اللي جوايا، وبرجع بقى لأحلى حاجة في الدنيا. طبعا برجع لمودي تاني. فربنا يخليهولنا ويخلي كل الأطفال وما يبعدش حد كده عن ولاده، ويرزق كل واحد بالذرية الصالحة يا رب. ف فايه فاول حاجه كده عملناها، ندخل بقى في الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده عملناها ان انا خلصت كل المواعين اللي عندي. بحب جدا لما بيكون ورايا حاجه في المطبخ ان انا اخلص كل المواعين اللي عندي، علشان لو طلعت لي مواعين تانية محسش ان الموضوع كبر مني قوي والدنيا كركبت عليا وانا اتضايقت. فبحب اخلص كل المواعين الاول. انا كمان كنت مرتبة الرخامة وغسلاها وعاملة كل حاجة يعني قبلها. والبوتاجاز كمان انا كنت منضفاه وغسلاه. فكده كنت تمام رايقة خالص ان انا ابدأ في الحاجة الجديدة اللي انا عايزة اعملها، او الحاجة اللي انا مرتبة ان انا اعملها النهاردة. بصوا الرخامة كده خلصت تماما، والبوتاجاز كان كمان نظيف، وكمان الريسبشن عندي كان نظيف الحمد لله نوعا ما. يعني ما فيهوش حاجة قوي، انا كنت كنساه ومسحاه يعني. بس هنا كده كان فاضل لي الارضية بتاعة المطبخ، لكن انا قبلها قلت لازم اعمل التلاجة عندي الارفف كانت نظيفة، والتلاجة نفسها يعني نظيفة. انتوا هتشوفوا دلوقتي ان انا وانا بشيل الحاجة كانت نظيفة جدا. لكن بصراحة انا كنت هملاها ان كان في حاجات كتير كانت عايزة تتشال منها. خلاص حاجات باظت، ادوية ما بقتش استخدمها، الكورس بتاعها خلص يعني، او مدة صلاحيتها انتهت. مش انتهت بالمعنى، بس كده كده الادوية بيبقى ليها فترة بعد ما بنفتحها وبتبقى خلاص انتهت. فانا كان في حاجات كتير جدا في التلاجة خلاص عايزة اشيلها. بدأت بقى ان انا شلت كل حاجة. كنت بصراحة مرتبة ان انا هشيل كل حاجة وهعمل بالجلانس يعني بالملمع وكده وخلاص. لكن قلت لا، خلاص مادام بنضف تنظيفة كويسة يعني، لا انا هاخدهم كده معايا واغسلهم كويس. غسلت كده كل حاجة كويس. انتوا هتحسوا والله الحاجات وانا بغسلها ان هي مش محتاجة، بس قلت لا بالمرة كده انضف كل حاجة.
بس انا اهم حاجة عملتها ان انا شلت الحاجات اللي مش محتاجاها. الخضار شلته اللي هستخدمه، او حطيته يعني في المنظمات. غيرت، بحب قوي احط مناديل في المنظمات وبحط عليها الخضار بتاعي. غيرت المناديل دي علشان الخضار يفضل فريش كده. هتشوفوا كل حاجة دلوقتي. غسلت كده كل حاجة كويس جدا. ومودي طبعا كان قاعد مع عمر ابن اختي وبيلعب، كانت الدنيا كويسة كده بالنسبة لي، ان مفيش حاجة بتعطلني. اكتر حاجة بتفصلني لما بكون بنظف ان انا اقوم اعمل حاجة تانية وارجع للتنظيف. بحس خلاص ان انا كسلت وما بقتش في المود قوي ان انا اكمل النظافة بتاعتي. لكن طول ما انا بنظف لا، بحس ان انا عايزة اعمل حاجة تانية واعمل حاجة تالتة. يعني انا كنت ممكن اكمل المطبخ اليوم ده، لكن بصراحة قلت لا، هيبقى مجهود عليا قوي ويعني انا هتعب. طب ليه؟ كمان كنت عايزة اخلص واعمل لهم الاكل. كمان كان في اطفال معايا، فمودي وعمر، فكان لازم اخلص واعمل لهم الاكل. كان لازم اديهم كمان من وقتي شوية ان انا اقعد معاهم. فقلت لا، كفاية قوي كده، والمرة الجاية نعمل بقى المطبخ كده بعمق من جوه يعني. هتشوف الفيديو ده. انا كمان عايزة اغير حاجات كتير. خلاص بقالي فترة ما جددتش في الرخامة وفي الحاجات اللي محطوطة عليها. عايزة اطلع طقم التوابل بتاعي، عايزة اطلع الكاتل تاني غير الكاتل ده. بجد زهقت من الحاجات. فهتشوفوا ترتيب الفيديو الجاي للمطبخ، هيعجبكم جدا. لايك كتير للفيديو ده، لايكات كتير كتير كتير، علشان الفيديو يترفع وتشوفوا كمان الفيديو اللي جاي. هنا كده انا كنت كمان شلت كل الحاجات اللي على الارف اسمها ايه، الرف ده يعني. شلت كل حاجة عليه وكمان غسلته وانا مع نفسي بقى الخضار بدأت انظمه كده كل حاجة لوحدها. شايفين بقى لما انا كنت غاسلة المواعين ادتني مساحة ان انا اعرف اغسل الحاجات كويس، مع اني ما كنتش مرتبة والله خالص ان انا اغسلها، بس قلت بالمرة يعني. ادتني مساحة ان انا اغسل اي حاجة كمان كانت بتطلع من التلاجة، زي العلبة دي اللي كان فيها طماطم. لقيت فيها حبة طماطم صغننين خالص ومعرفش كنت سايباهم ليه بصراحة يعني. شلتهم بقى. كان في علبة كمان عايزة تتغسل. بصوا، بقيت اخلص كل حاجة كده على طول. بحس ان الدنيا نظيفة معايا، او ان انا ما كركبتش على نفسي الدنيا. بس كده. انا هنا كان نفسي افتكر انا بقولكوا ايه، مش عارفة. بجد انا مش عارفة ليه كنت بشاور على الحتة دي. لو افتكرت هقولكوا. دخلت بقى على التلاجة. انا طبعا كنت فاصلة التلاجة يعني، وبدأت بقى اغسلها كويس جدا كده من جوه. التلاجة من احسن الحاجات ان لو اتنظمت وترتبت بتحسي كده ان وانتي بتفتحيها ليكي نفس انك تاكلي وتشربي وكل الحاجات دي. انا كان بقالي فترة بصراحة نسياها. هي نظيفة بجد والله، كانت نظيفة انتوا شايفين، بس الحاجات اللي كانت فيها لا، كانت خلاص بقى عايزة تترتب كويس. بس كده كانت خلصت وزي الفل. بدأت بقى ارجع كل حاجة مكانها. عايزة اشتري حاجات كتير الفترة الجاية. هنعمل كده فيديو مع بعض واحنا بنشتري شوية حاجات، هبقى اقولكوا عليها بعدين.
هنا كده دي كانت سمنة بلدي، انا كنت مسيحاها وبحطها يعني في العلبة دي وبحطها في التلاجة عشان الجو حر قوي، لما بتبقى برا بتسيح. ده كده البوكس بتاع الادوية بتاع مودي، وده البوكس بتاعي انا يعني بتاعي او بتاع حازم بتاع الكبار يعني، واللي هناك ده كان البوكس بتاع مودي. بس بدأت بقى احط كده الحاجات يعني بتاعه التلاجة كده، مكانش فيه حاجات كتير. وبدأت احط كده الخضار، البساقة الصغننة دي حلوة قوي، بحبها وبتنظم لي الدنيا جدا. حطيت كده فيها الخضار بتاعي والدرج كنت سايباه بس للطماطم. الفاكهة بتاعتي كده رصيتها في الاطباق، بغسلها كويس وبحطها. ايه ما كانش فيها حاجات كتير يعني، بس ايه اهم حاجة ان احنا نضفناها. ايه مش مهم ايه اللي محطوط، المهم ان احنا نضفناها. مسحت بقى التلاجة كده من بره وخلاص. انا كده خلصت التلاجة، هنضف بقى الارضيات كويس. كنستها بقى. انا عايزه اقول لكم احلى حاجه في المطبخ الاوبن، بعيدا ان انا بتكسف لو عندي مواعين ولا حاجه، بس احلى حاجه في المطبخ الاوبن ان انا وانا قاعده كده شايفه قدامي يعني ابن اختي وابني وهم بيلعبوا قاعدين، وانا بتكلم معاهم وهم بيكلموني. ما بحسش ان انا منعزله كده لوحدي في المطبخ. انتوا هتشوفوا باقي الفيديو انا عماله اضحك والكلام ده، مع ولادي يعني بضحك تمام. هنا كده كنت بنظم يعني، قلت بالمرة اعمل الميكروويف. هو برضو كان نظيف، بيبقى اكتر حاجة مليان فيه الردة يعني بتاعة العيش وكده. بس وعملته بقى بالجلانس بتاع فريدة ده لانه بصراحة ما كانش محتاج. انا الميكروويف بتاعي نوعه فريش حلو جدا وبحبه، مقاسه كويس جدا. بجد في ناس كتير بتسأل مايكرويف ولا فرن. انا بضحك مع ولاد اختي عادي يعني. في ناس كتير جدا قبل ما بتتجوز بتسأل مايكرويف ولا فرن، بس انا بيتهيألي الميكرويف، لان كده كده انت عندك يعني لو تقدري تجيبي الاتنين تمام، لكن لو انت عايزة تجيبي حاجة واحدة فانت كده كده عندك فرن البوتاجاز، فليه هتجيبي تاني؟ خليكي في الميكروويف احسن، بجد حاجة منجزة جدا وانا ما بقدرش استغنى عنه بصراحة. بس كده كنت خلصت الميكروويف كمان. بصوا كل حاجة بقت زي الفل كده. المطبخ خلص وكل حاجة تمام، وشلت المواعين اتصفت. بس كده، يا رب تكونوا اتشجعتوا معايا في الترتيب ده. انا عملت كده ترتيبات بسيطة بس قلت اسهل على نفسي. وهنا كده كنت خلصت وكمان عملت الاكل بتاعي. انا ما حبيتش اطول الفيديو، فانا عامله لكم الرقاق ده في فيديو لوحده، فيديو صغير كده خالص. عملت لكم فيه طريقه الرقاق اللي انا عملتها من اكلات العيد الجميله بقى، قلنا نفكر نفسنا كده بالعيد. بصوا اكله بحبها جدا. احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو شجعكم كمان الاكله دي تتفرجوا عليها في القناه. بس كده، باي باي.